السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب عاملين ايه؟ ومعانا فيديو جديد وسلسلة جديدة من الفيديوهات. طبعا زي ما احنا متعودين معانا منتجات جديدة، بس هي مش جديدة قوي. هي اي نعم موجودة من زمان، بس انا بعشقها. وكل واحد يقول لنا هو بيعشق نكهة ايه في الكومنتات. وبصراحة انا بحب الشوكليت، واختي بتحب الموز، واخويا بيحب الفراولة. هل بقى مين بقى اللي هيطلع طعمه احلى من التلاتة دول؟ انا بصراحة بشجع الشوكليت. كل واحد يكتب هو بيشجع نكهة ايه في الكومنتات، وهل تتوقعوا اكتر نكهة هتفوز ما بين التلاتة دول ايه؟ وقبل طبعا ما نبدأ الفيديو لازم تكتبوا في الكومنتات وتتوقعوا، عشان اللي يتوقع صح يبقى ملك التوقعات. يلا بينا ندوق ونشوف ونجرب. طبعا يا جماعة هنجربه دلوقتي. ايوه ده طلع مفيهوش شاليمو، يعني هما كده ضحكوا عليا، بس يلا مش مشكلة، هنستعينوا بشاليمو من نيش ماما. طبعا معانا النكهة اللي أختي بتعشقها وهي الموز، وطبعا مكتوب هنا على العبوة يرج جيدا، فهنضطر إن احنا نرجوه. ويلا بينا ندوق. دقته بصراحة أنا مش من عشاق الموز، بس كطعم موز ولبن بصراحة الطعم واضح جدا، وبصراحة أنا هديله 8. معانا تاني نكهة وهي نكهة الفراولة، طبعا دي اللي أخويا بيعشقها. وطبعا ما ضحكوش علينا المرة دي وادونا شاليمو. ندوق. بصراحة لأني من محبين الفراولة، وكمان هنا طعم الفراولة واضح جدا مخلوط مع اللبن، فبصراحة هديله تقييم 10 من 10. آخر نكهة ومسك الختام بتاعنا وهو اللي بطعم الشوكولات، وطبعا ده بتاعي أنا وعشقي أنا لوحدي. يلا هنجرب، وبرضه ما ضحكوش علينا ودونا الشاليمو بتاعنا الحلو. يلا بينا ندوق. بصراحة أنا بصراحة كنت متوقعة إن هو بصراحة هيفوز، بس هو طعم الشوكولاتة فيه أو لا اللبن فيه مش واضح، فبصراحة أنا هديه تقييم 8 من 10. وأنا اتصدمت بصراحة لما أخويا فاز عليا بتوقعه، وبصراحة أنا حبيت ميكس الفراولة أكتر، لأني كنت أول مرة أجرب ميكس الموز والفراولة، لأني من عشاق الشوكولات. بس هو مسك الختام والفايز معانا، وطبعا اللي توقع الفراولة شابوه لكم بجد، وانتوا كده ملوك التوقعات. تكون خلصت حلقتنا ومنتجاتنا الجديدة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. قبل ما نخلص نسينا نقول حاجة، فين المتابع الحلو الجميل الناس اللي تشترك في القناة؟ فكرة أنا شايفاك، بس يا ريت تشتركوا في القناة. وقبل ما نخلص نسينا نقول حاجة، أي حد عايز يجرب أي حاجة اكتبوا لنا في الكومنتات، مش هنخلى عليكم أي حاجة. باي باي.